الفسيخ، الأكلة اللي بتقولك أنا مش طازة بس طعم جامد. طيب إزاي الفسيخ ما بيموتناش؟ أولا الفسيخ مش سمك فاسد، الفسيخ اسمه سمك متخمر، يعني بيتعمل عن طريق تخمير نوع من أنواع السمك في بيئة مالحة جدا، والملح هنا علشان يمنع البكتيريا الخطر من النمو. بس لو التخمير حصل في درجة حرارة غلط ممكن تظهر بكتيريا خطر جدا، والنوع ده من البكتيريا بيفرز غاز سام جدا، وده بقى مش غاز عادي، ده واحد من أخطر أنواع السموم على وش الأرض. طيب ليه الناس بتحب الفسيخ؟ في تفسير نفسي لطيف يقول ان الاكلات المرتبطه بالذكريات والمناسبات دماغنا بيربطها بالسعاده حتى لو ريحتها شبه شرابك اللي انت لابسه في الصيف. اما علميا في ناس بتقول ان الجسم بيميل للاكلات اللاذعه، ودي لانها بتنشط حاسه التذوق بشكل غريب جدا. لكن في المقابل الفسيخ لما بيتعمل صح بيكون فيه نسبه من البروتينات سهله الهضم، وكمان نسبه عاليه من الاوميجا 3، ويا سلام بقى لو شويه بصل وليمون. الفسيخ مش خطر لو اتعمل صح، بس لو اتعمل غلط ممكن تبقى آخر حاجة تبلعها في حياتك، ولا تخليك في التونة وتحافظ على مستقبلك الغذائي والتناسلي. سلام.